السلام عليكم يا جماعة. احنا دلوقتي قدام ابو لبن بعد ما فتح في الدمام. نخش كده نشوف الحاجة اللي احنا هنختارها ان شاء الله. السلام عليكم. ازيك يا كبير، عامل ايه؟ بقول لك كيكة الهبة اللي هي شوكولاتة. تمام، عليها العرض بكام هي؟ بدون عرض. العرض ايه معلش؟ العرض كان الاسبوع اللي فات. طب هي بكام دلوقتي؟ 30. شكرا. كده العرض مش شغال غير من خلال هانجر ستيشن، فهنضطر نستنى شوية نطلبه من خلال هانجر ستيشن، وبعد كده نرجع تاني. يا جماعة كيف الحال؟ دلوقتي انا قدام محل اسمه ايه؟ ذا سنيكر بوكس. شكله محل فخم جدا 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 جدا. ماشي، جبنا الوجبة، جالي المندوب بالوجبة، متأخرش بصراحة خالص. هانجر ستيشن، ففي ناس كتير. نقعد هنا، نجيب الطوبة، نجيب هذه الحجارة ونقعد عليها كده. اوبش. المهم، في ناس كتيرة من خلال الريفيوهات اللي شفتها على جوجل ماب بتشتكي من التغليف، بتشتكي من تأخير توصيل الطلب، او انهم بيسيبوا المندوبين يعني مستنيين لفترة طويلة عشان يحصل زحمة، فيتقال ان المطعم ده بيبيع. في شكاوى كتير ان التغليف مش جيد، ان يعني الوجبة مثلا شبه مدلوقة، ان فاحنا تجربة عملية. وطبعا احنا مش هنقدر نحكم دلوقتي على انهم بيأخروا المناديب وكده، لان كده الساعة 3 بالليل اصلا. كده الساعة 3 بالليل، فاللي نقدر نحكم عليه دلوقتي التغليف وجودة المنتج. بص كده، بسم الله الرحمن الرحيم. دي شكل العلبة هي جات لنا، يعني المنتج شكله نظيف من بره. اوكي، مفيش يعني مشاكل. هي اسمها شوكولاتة اسمها عرض كيكة الهبة شوكولاتة صغير. شكل العلبة باعتين معلقة، مش باعتين مناديل. هي العلبة منفوخة على الفاضي، يعني فاهمين القصة؟ العلبة نفخ. بصوا، اللي يشوفها يقول ايه ده انا هاكل لما اشبع. فاهمين؟ دي شكلها. حطينا في علبة، حطينا في بوكس بلاستيك يعني جيد جدا. تمام، دلوقتي فتحنا العلبة. بسم الله. هي مكتوب ان هي كنافة بالشوكولاتة والفستق. بسم الله. جميلة والله. منظرها من جوه برضو، عشان تتخيلوا الدنيا عاملة ازاي. خليكوا برضو تقربوا معايا وتشوفوا. بصوا، شوكولاتة غامقة اوكي، ومن بره فستق وشوكولاتة يعني فاتحة. مكتوب ان السعرات الحرارية بتاعتها 1239 سعر حراري.
يعني تقريبا تلت اللي بيحتاجه الإنسان البالغ النشيط اللي بينزل يروح الشغل ويروح. هي كنافة ماشي، كنافة كيكة من تحت اللي هي السمرة دي كده، أنا قلبها أبسايد داون ماشي. كيكة من تحت كيكة شوكولاتة غامقة، وفي النص كنافة ماشي، ومن فوق الوش ده طبقة الشوكولاتة السايحة مع ايه، مع رسمة فستق يعني، مع شوية فستق صغيرين. كمية سكر عالية جدا. بس طعم الشوكولاتة ممتاز بصراحة. تحس ان هو كاكاو كده ايه يعني، كاكاو معمول صح يعني، شوكولاتة كاكاو معمولة صح. ما علينا، نكمل بقى الموضوع بتاع اللي فات. الموضوع لما رحت دبي وكده، اكتر مكان انت ممكن يعني تخش وتسأل فيه عن شغل هو مول دبي. ليه؟ في كمية محلات كبيرة جدا 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 جدا، في كمية براندات رهيبة، في تنوع رهيب. فانت ممكن تخش هناك وتسأل الناس اللي شغالة جوه الاستاف يعني ازاي اشتغلتوا هنا، او ازاي، او في فرص عمل او فانت هتتفاجئ جوه ان في عرب خلاجة شغالين في بيع العسل، شغالين في بيع العود. هتفاجئ ان في روسيات هناك شغالين في بيع العطور. فانت يا غلبان يا اللي جاي من بلدك، انت اللي جاي من مصر او المغرب، انا شفت مغاربة هناك كتير برضه، هتروح هناك تنطح مين مع الروس. بقول لك بيبيعوا عطور والله هناك في مول دبي ماشي. زائد في حاجة تاني برضو، في تناقض هناك رهيب جدا، انك انت ممكن تلاقي ناس اصلا مبتعرفش تنطق انجليزي، هنود وشغالين عادي جدا، شغالين هناك. هتلاقيهم الهنود هناك منتشرين بطريقة زي هنا يعني، منتشرين بطريقة مش طبيعية. ليه بقى؟ ان المنطقة بتاعت الهند بنجلاديش وباكستان، الناس دي بيشيلوا بعض قوي، بيشيلوا بعض جدا، مش زينا احنا كمصريين يعني. ده اللي انا شفته في خلال السنة اللي انا الحمد لله فاضل لي شهر واتمها يعني. ان الهنود والباكستانيين والبنجال بيساعدوا بعض بطريقة غريبة يعني. الواد يكون جاي هنا مش عارف حد خالص، تاني يوم بص يلاقي سكن، بص يلاقي كل حاجة متظبطه له. عايز يعمل حساب في البنك، لما تطلع له الإقامة بيروح فورا يعمل بسهولة، بيلاقي كل حد واقف جنبه. انت اصعب حاجة هنا بتلاقيها انك انت تلاقي سكن بتمن معقول. دي الهنود والبنجال والباكستانيين بالذات التلاتة دولت بيقفوا جنب بعض جامد قوي،
تحس ان هم مترابطين قوي كده. النيباليين يعني النيبال قليلين قوي هنا، والفلبينيين قليلين برضو هنا. ده اللي انا شفته هنا في الدمام. فاهمني؟ شفت هناك في دبي الناس ما بيعرفوش يتكلموا انجليزي اصلا، يعني النطق بتاعهم حتى ضايع، واقفين وبيبيعوا في الشارع. فهي هي ارزاق، بس انت ترمي نفسك في التهلكه ليه؟ يعني تروح انت لو ليك حد في دبي ويعرف يشغلك ممكن بس هل انت تثق في الحد ده بدرجه عمياء لدرجه انك انت تروح له وعارف ان هو يشغلك؟ انت ممكن تروح ويضحك عليك ويخلى بيك يقول لك والله ده ظروفي اتغيرت. فاهمني؟ فانت يا صديقي ما تطلعش غير على عقد عمل. كيكه دسمه جدا، دسمه بطريقه مش طبيعيه. قال لك كيكه الهبه الصغيره. انا عايز اشرب برميل ميه بعد اللي انا اكلته. انا لسه ما كملتهاش اهو. حاسس ان انا عايز اشرب برميل ميه. محل شكله فخم جدا، بس شوفوا اللي قاعد هناك ده. بصوا الواحد تخيلت اللحظة ان هو بني ادم وقاعد هناك، وهي في الاخر الصورة، بس صورة كبيرة يعني. ايوه اللي بيأذن ده الفجر. تمت العملية بنجاح، بس كمية فعلا دسمة جدا يا جدعان، دسمة جدا. تخيل انك انت بتاكل كيكة الحمد لله. تخيل انك انت بتاكل كيكة وكنافة، كيكة على كنافة على على شوكولاتة سايحة، وكمية سكر. يعني هي الشوكولاتة طعمها كويس، بس مليانة كمية سكر جامدة جدا، يعني كمية سكر رهيبة. نرمي طبعا الكيس. دي يا جماعة منظر، احنا ناحية حي اسمه حي الشاطئ الغربي. بس ده برضو انت وريدتاج انت في ماركة جديدة اسمها انت. انت دي انا مش عارف. ده الفندق يا جماعة بتاع روتانا، شايفين حرف الار كده؟ يا رب يكون واضح. بس دانا ريحان من روتانا، دانا ريحان من روتانا. يعني بصوا، يعني متهيألي الإضاءة واضحة يعني. الفندق الطويل جدا ده، قصدي المبنى ده مبنى روتانا. ده مطعم الرومانسية، ده من اشهر المطاعم اللي بتقدم المندي والدجاج المشوي، الدجاج على الفحم، واللحوم بانواعه، ورق العنب، عندهم حلا برضو، كنافة وحاجات كده.
ده من المطاعم برضو المنتشرة جدا، هتلاقيها في كل مكان، واكلهم طيب جدا برضو. زي ما قلت لكم بلبن ده اللي هناك اهو، جنبيه باسكن روبنز، جنبيه بلالم ده بيقولوا برضو، بيقولوا اسعاره كويسة جدا والاكل فيه بكميات، يعني اسعار اقتصادية، وفي نفس الوقت ايه، هنبقى نيجي ان شاء الله اخدكم معايا كده اجربه في مرة. بصوا بقى الحديقة دي، مش حديقة، ده ميدان، بس بصوا هتلاقوا في ايه، حاطين اصوات، ده غالبا يعني اعتقد ان اللي عامل الكلام ده روتانا يعني فاهمين، عايزين يبقى حاجة مميزة قصاده او حاجة من هذا القبيل، يعني اعتقد ان اللي عامل الشغل الفاخر ده روتانا. لا ده حاجة اسمها الحقيل الطبية، هي اللي عاملة كده. بصوا الكلام ده، استنى اوريكم. برضو الدمام عريقة برضو يا جماعة. بصوا الدنيا عاملة ازاي، دي خلي بالكوا اصوات، بس مش عارف استنى كده نشوف بصوا الفكرة، حاطين ده كأن ده حطب ودي نار يعني. ايوه الاصوات جاية من هنا بقى. شايفين الدنيا عاملة ازاي. ده تقريبا اللوجو بتاع الحقول الطبية.
اهو بصوا يا جماعة، دانا ريحان من روتانا. ده مبنى روتانا في الدمام. هحاول اركب لكم ان شاء الله الكاميرا على الدركسيون بتاع العجلة، واشوف انا ركبتها مرة ويعني ما ظبطتش في الاهتزاز، فعشان كده ممكن بقى احاول اجرب المرة دي، يا رب تظبط. ده خط اصفر معمول عشان العجل، عشان طول ما انت ماشي هنا كده فانت داخل الايه، داخل المسار بتاعك. انا بقول للناس ايه، عشان ممكن في مصر ما يكونش عندنا الايه، ما يكونش عندنا الحاجة يعني الخط ده متوفر او الحاجات دي متوفرة عندنا. فانا بقول لكم ايه الدنيا عاملة ازاي. طول ما انت ماشي في الخط الاصفر ده انت ماشي كده في ايه، في السيفتي بتاعك. اتمنى بس تكون الصورة كويسة.
بصوا برضو دي حاجة عشان ممكن تكون في بعض البلاد، مش موجودة الكلام ده، او ممكن تكون يعني موجودة في اماكن محددة جدا. هنا برضو في الدمام مش موجودة في كل يعني الاماكن اشارة زي ديت، بس لما بتكون موجودة بتستخدمها ازاي؟ هنا بيكون حاطط لك عشان تعبر بامان، يعني عشان العربيات هنا اللي ما خرجش بره مصر ما يفهمش القصة. هنا بيكون في حواري، ماشي، بيكون في حواري، كل عربية ماشية في الحارة بتاعته ومنطلق بالسرعة القانونية اللي مكتوبة، يعني مكتوب هناك 80 اهو، هو بيمشي 80 بقى، يمشي 100، على دي حاجة احنا ملناش دعوة بيها، بس هو بيمشي في الحارة بتاعته، هو مش شايفك. فانت عشان حتة امان للناس اللي عايزة تعدي الشارع، يعني في هنا مثلا مول اهو، وفي هناك مجمعات سكنية كتير، ماشي، وفي برج اهوت، برج بتاع اعمال والكلام ده برج دبي، امارات دبي، ايه، بنك دبي. فانت بتعمل ايه عشان لو انت عايز تعدي بسهولة بتعمل ايه؟ بتدوس هنا، ماشي، بيقول لك انتظر. الكلام ده لو في وضح النهار حتى، يعني فاهمين، انا مش بجربه دلوقتي اهو. قال لك ايه؟ قال لك اعبر، ماشي. فاحنا بمنتهى البساطة كده بنعبر. هو اداني 17 ثانية بس، اداني 17 ثانية. يا رب تكون دي شغالة، بس عشان في بعض الاشارات. هو دلوقتي مفيش مشكلة، انما بالنهار محدش هيقف لك، حتى لو انت مين، غير لو واحدة معدية شو اهو هيوقفوا لها. هنا الثقافة كده، لو واحدة معدية، حتى لو هي مش في موقف قانوني ان هي تعدي، إن العربيات هتقف لها، غير كده شكرا، ماشي. فاحنا هنعمل ايه؟ هندوس تاني، قال لك انتظر. ده ايه؟ ونير. برضو انا حابب افرجكم على يعني شوارع السعودية والدنيا عاملة ازاي، فاهمين؟ يعني انا وريتكم دلوقتي نظام إشارة المرور. طبعا دي موجود منها في مصر، بس موجود منها في مصر بايه، يعني بشكل محدود، مش زي هنا برضو مش موجودة في كل الأماكن، لكن موجودة بكثرة بصراحة، يعني بصراحة. دي طبعا دي البنزينات اهو. الناس هنا في الدمام سهيرة شوية، يعني هتلاقي محلات كتيرة فاتحة للساعة 4، هتلاقي محلات كتيرة فاتحة للساعة 3، فاهمين؟ الصبح الحتة دي، يعني انا ما جيتش الحتة دي الصبح، بس اعتقد ان هي بتبقى زحمة جدا يعني. بس كده يا جماعة، اسيبكم المرة دي، اسيبكم ان شاء الله في الفيديو دوت لغاية كده، ونتقابل بإذن الله، نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. اتمنى انكم تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة عشان اجيلكم ان شاء الله بكل جديد. قولوا لي برضو في التعليقات لو عايزين اصور لكم ايه، عايزين تعرفوا ايه جديد عن السعودية او في الدمام تحديدا، عايزين حاجة محددة اعمل لكم عنها فيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، اشوفكم على خير.